اليوم معانا وصفة كلاسيكية لكن بشكل جديد وأنيق، كفتة رولز. وحتى تكون الوصفة متكاملة رح نضيف لها طبق جانبي لذيذ من البطاطا الكريسبي المخبوزة بالفرن عشان تكون خفيفة وبنفس الوقت مليانة نكهة. تابعوا معي الخطوات وشوفوا كيف رح نحضر الكفتة بأسلوب عصري وطعم غني بيناسب أي سفرة، سواء كانت العزيمة أو وجبة عائلية. خلونا نبدأ. أول شي عندي تقريبا 700 جرام كفتة جاهزة. ضفت عليها معلقتين بقسماط ورشة ملح ورشة فلفل أسود ومعلقتين كبار دبس رمان ومعلقة كبيرة خل البلسمك، بس إذا مش متوفر بنستغنى عنه. بدي أخلطهم مع بعض منيح، وهلأ بجيب خبز التورتية وبقطع شوي من الأطراف وبحط فيها كمية منيحة من الكفتة، بس لا تكتروا لحتى تستوي معكم بالفرن قبل ما تنحرق الخبزة. وبفردها للأطراف وببلش ألف بالخبزة وخلوها رخوة شوي، لا تشدوا عليها كتير. وبنقطعها لأحجام متوسطة تقريبا نص إصبع، وبنرتبهم بالصينية مع شبك لأنه الكفتة رح تنزل مي وزيت وما بدنا الخبزة تتشرب وتدوب. بنحطهم بفرن محمى مسبقا على 180 لمدة نص ساعة. بنطلعهم وبنقلبهم وبنرجعهم مرة تانية على الفرن لنص ساعة كمان. هلأ بنحضر صوص الطحينية. بدنا 2 كوب لبن مع 6 معالق كبيرة طحينية و4 معالق زيت زيتون ورشة صغيرة ملح وعصير ليمونتين. أنا ضفت ليمونة وشفت كيف حموضتها، بعدين ضفت الليمونة التانية وبعديها بتعدلوا الملح براحتكم. وهيك الكفتة رولز بعد ما جهزوا، الريحة والشكل بيجننوا. الخبزة مو محروقة ولا دايبة، بالعكس محمرة وماسكة حالها، والكفتة مستوية تماما. هلأ بنحضر البطاطا الكريسبي. بدي بطاطا حجم صغير، بنغسلها منيح من الأتربة وبنخليها بقشرتها. بنحطها بمي مع شوية ملح وبنتركها تغلي على النار مدة 20 دقيقة. بعد هيك بنشفها بقماشة وبنقطعها من الوسط، بس إذا البطاطا تاعتكم كتير صغيرة ما في داعي تقطعوها. وبدنا صينية عليها ورق زبدة، رح نبلش نحط جبنة موزاريلا لكل حبة بطاطا بالطريقة هاي، وعليهم رشة فلفل أسود ورشة بهارات إيطالية. بنحط البطاطا وبنفعصها بس مو كتير، خلوها متماسكة مع بعض. وبنرشها بزيت الزيتون وبنرجع نحط فلفل أسود وبهارات إيطالية، وآخر شي جبنة الموزاريلا لحتى تمسكها وما تفرط. بندخلها فرن محمى مسبقا على 180 لمدة 20 دقيقة أو لحتى تتحمر من تحت وفوق. وهيك صار طبق الكفتة رولز مع البطاطا الكريسبي جاهز للتقديم. شكل أنيق، طعم مختلف ومثالي لأي سفرة. جربوه وشاركوني رأيكم بالتعليقات، وإذا عندكم أفكار جديدة لا تنسوا تخبروني عنها. لايك شير وفولو إذا عجبكم الفيديو، وبشوفكم بوصفات مميزة تانية قريبا، وصحتين وهنا.